دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبعا الشيعة من زمان بيقول لك ادخل للجماعة بتوع حي حي وهو يا رسول الله حي يا حسين اهو. اشوف اللي جاي للاسف ده كتاب لقيته متوزع في الكتب بالالاف طبعا. ولد سوري والعياذ بالله ما له عقيده شيعي صوفي على بعضها يعني. هذا لقيته دخل مصر ولقيت كليه قررت اهي ان هي تضع ختمه عليه وقالت ليس فيه شيء. هذا بيوزع بالالاف. شوف يا دكتور دي صوره. سؤاله مثلا يا دكتور عشان تعرف فعل دول يدخلوا من خلال الصوفيه ويركبون احنا اهو. ما حكم نداء النبي اولي ولو كان غائبا يعني ميت مش موجود ونقول له يا حسين يا سيد يا بدوي يا عباس يا مش عارف ايه او طلب شيء منه يعني اشفيني ابني يا سيد يا بدوي اعمل لي ابني يا سيد ولد مراتي يا سيد يا بدوي اهو. شوف الاجابه يجوز ذلك لان مجرد ذلك لا يعد عباده لغير الله وليس مجرد قل يا رسول الله اشراكا بالله بل ثبت انهم فعلوا ذلك. شوف تعاني تكلم عن التوسل بالانبياء يجوز التوسل بهم بالاجماع. شوف بقول لك ايه الله يخرب بيتك اللي خلف اجماع اللي لا ما في على الاطلاق الا شويه الدرويش. يقول يجوز التوسل بهم بالاجماع والتوسل هو طلب جلب منفعه او اندفاع مضره. يعني ان انا اروح له يا رسول الله ادفع عني الضرر يا رسول انك ميت وانهم ميتون من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. النبي حينما قال له الاعرابي ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عبد رسول. نعم. عبد رسول هو افضل البشر لكن قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. قل انما انا بشر مثلكم الفرق اهو يوحى الي. المهم لو قعدت اجيب لك يا دكتور اهو يجوز تتكلم عن التوسل بالاولياء اللي هم الكلاب المدفونه والحاجات والكلام دي يجوز التوسل به ولا يعرف في ذلك مخالف من اهل الحق سلفا وخلفا. فكرني باللي بيقولوا ايه هم اجمعوا امتى ما انا اهو. الله يخرب بيتهم. طيب الورقه دي كانت متوزع النهارده في القاهره بالالاف اهي بالالاف. الحي اللي كانت جابوه الشباب من ارض اللواء بالقاهره اهو. فضائل الامام علي كرم الله وجهه ونحن لا نقول كرم الله وجهه نقول رضي الله عنه. شو التدليس عن ابن عساكر قال ما نزل في احد من كتاب الله ما نزل على علي كرم الله وجهه. يعني نزل آيات كثيرة جدا في علي بن أبي طالب تعدت 300 آية. راحت فين يا دكتور؟ يعني ان احنا فعلا محرفين. يعني القرآن ده ناقص يا دكتور عشان يخلوا العوام في مصر. راحت فين الآيات اللي نزلت في علي؟ النقطة الثانية أخرج ابن عساكر تاريخ دمشق كله كذب طبعا خلي بالك. عن ابن عباس قال نزل في علي وحده 300 آية. فين يا حبيبي؟ فين يا حبيبي؟ ده انتوا اللي قاعدين تتنططوا بيه تقولوا وجعلنا عليا صهرك. أنا عايزك شوف لهم التزوير أهو. شوف يا دكتور اهي قبل ما اكملها مفاجاه للشيخ محب الخطيب فضحهم في حاجه. اطلعت ثقه المامون الاستاذ محمد علي سعودي الذي كان خبير خبراء وزاره العادل بمصر ومن خواص تلاميذ الشيخ محمد عبده على مصحف ايراني. مصحف ايراني دكتور مصحف ايراني مخطوط يا دكتور يعني مش مطبوع عند المستشرق براين. فنقل منه الصوره المنشوره بالفوتوغراف وفوق سطورها العربيه ترجمتها باللغه الايرانيه كما اثبتها الطبرسي في كتاب فصل الخطاب. ادي النسخه تصوير النسخه الاصليه في التحريف صوره الولايه اللي بيدعوا انها من القران. ركز عليها الله يعطيك العافيه. بينه جدا من المخطوطه اهي من المخطوط اهي دي صوره بقول عليها قرانيه مش من القران اهي عشان بيقول لك عشان يقولوا ما بنقولش تحريف القران اهو الصوره الاصليه من المخطوطه اهي عشان الجمهور عشان المشاهدين عشان المشاهدات ماشي يا دكتور. طيب تعال اسمعينا يا دكتور. اخرج البيهقي البيهقي اخرج يقول لك عن جابر قال صلى الله عليه وسلم علي خير البشر فمن ابى فقد كفر اللي كنا بنعلق عليه. وقالوا جاء عند هؤلاء يعني عند اهل السنه يعني متواترا وجاء عندهم متواترا. الحديث مكذوب لا يصح ولو عند اهل السنه على الاطلاق. شو الكذابين هم فاهمين اللي عم يقول لك ايه اروح اجيب فين السنه الكبرى بتاع البيهقي واجيب فين تاريخ ابن عساكر. اشتغل
يقرأ هذه ويؤمن بها ويؤمن مسكين، ويقول لك ايه تؤجر ان شاء الله، وفوق آية قرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. لذلك يا شيخ دعواك دائما لعامة المسلمين ومنهم الشيعة أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى عقولهم وأن لا يصدقوا الهرطقات هذه. نعم أنا يا جماعة بأكد مرة ثانية، عوام الشيعة أنا ضممهم لينا، عوام الشيعة الذين يقول ربهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد ولا يقولون بلعن أصحاب النبي ولا يقولون بتحريف القرآن معانا، بس أنا بنقذهم معنو وقاية. ونحذر عوام السنة كذلك من أن ينغروا من مثل هذا. حذر أهلي جميعا إن هذه الأوراق احرقوها. شوف يا دكتور، هنا أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن علي بن أبي طالب كان عنده عائشة فقال يا عائشة، النبي يعني يقول عائشة يا عائشة إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي بن أبي طالب. فقالت ألست سيد العرب؟ فقال أنا إمام المسلمين وسيد المتقين، فإذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي. علي صار سيد العرب بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، لكن سيده هو علي. شفت إجراء مش كده بس. يقول لك أخرج ابن حجر وسيد الأولين والآخرين. إيه طبعا سيد علي وسيد الكل رضي الله عنه. علي بن حجر يقول لك قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ من ذهب يتلألأ، فأوحى إلي ربي في علي ابن أبي طالب 3 خصال: أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغور المحجلين. يبقى النبي إيه؟ ملوش. يبقى النبي ملوش. عارف زي إيه؟ ملك السيد البدوي لما دخل قال قلت ربي أدخلني النار. يعني السيد البدوي يقول قلت ربي ده في طبقات الشعراني عندهم المرجع بتاعه مش مرجع الزغبي، أدخلني النار. قال لا بعزتي وجلالي لو أدخلتك النار لصيرتها حشيش أخضر. طب يا ريت دخلني وريحني، ما كانش حد يخاف من جهنم. لا حول ولا قوة. خذ آخر حاجة هنا عشان بس يبين. خرافات حقيقة. الله العظيم حاجة تبكي. أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليا مقبلا فقال أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. انظر. وأخرج ابن حجر الهيثمي في الصواعق يا علي أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار هذا لي وهذا لك. هو اللي يوم القيامة يقول يا جهنم خذ دول، إنما دول تبعني. ما في شفاعة للنبي، ما في شفاعة لآدم، ما في شفاعة للأنبياء، ما في شفاعة لحد على الإطلاق. لا حتى لو عايز يدخل الأنبياء النار هيدخلهم. الحسن بيد علي. كل حاجة ما فيش إله بقى يوم القيامة، الإله هو علي. احذروها العوام. الورقة اهي بدأ بإن الله وملائكته يصلون على النبي، بعض فضل الأحاديث النبوية في فضائل علي، احرقوها.